أول مرّة أخدت فيها منحة في حياتي كانت تقريبًا من 11 سَنة، وكانت في إنجلترا، وكنت شوية مُحرَج إن كل الناس اللي حواليّا حاسس إن هُم دافعين فلوس وأنا الوحيد اللي جاي ببلاش. فقابلت أحد الأساتذة في بريطانيا وقال لي حاجة عمري ما هانساها، وهي اللي شجّعتني بعد كده الحمد لله آخُد أكتر من 16 منحة بعد كده بما فيهم الماجستير. قال لي: "اوعى تفتكر إن أنت جاي ببلاش، أنت دافع ودافع أكتر كمان من أي حد تاني ممكن يكون موجود. عشان حد يقدر يطلع يدرس أي كورس معيّن سواء ماجستير أو دكتوراه أو غيره، هو بيدفع فلوس، لكن أنت عشان تطلع منحة، أنت بتدفع من وقتك وحياتك، أنت بتدفع سنين أيام البكالوريوس أو أيام دراستك في الجامعة، هتشتغل فيهم شغل أكتر وهتذاكر شغل أكتر وهتعمل مجهود أكتر علشان تقدر تجيب تقديرات وتقدر تجيب درجات. هتضحي ببعض الوقت اللي ممكن تنزل فيه تستمتع مع صحابك والّا تستريّح على الأقل في البيت، لكن أنت هتبدأ تاخد كورسات وهتبدأ تشتغل على نَفْسك أكتر وأكتر، علشان تأهِّل نَفْسك إنّك فعلًا تقدر تكون candidate كويس إنّك تاخد منحة. فبالتالي أنت مش طالع ببلاش، أنت مش هاقول ضيّعت، ولكن أنت دفعت وقت وعُمر ومجهود من حياتك علشان تقدر تطلع المنحة دي، فدي ما فيهاش أبدًا خجل. وخلّيك عارف إن أي جامعة بتقبلك في المنحة، هم برضه مش بيعملوا ده تبرُّع. حتى لو الجامعة عاطية لك المنحة، هم مش بيعملوا ده ببلاش. لو بيستفيدوا من أحد الطلاب أو كل الطلاب إن هم بيدفعوا فلوس، فهم بيستفيدوا منّك علشان أنت اللي هتعمل لهم السُمعة الكويسة للجامعة. هم بيبقوا عارفين كويس إن أي حد بيدّي له المنحة، هم بيدّوا له المنحة عشان عارفين إن الشخص ده مميز، عارفين الشخص ده هيتميز في مجاله، هيزوّد من سُمعة الجامعة، فغالبًا هيزوّد من ممكن قيمة الفلوس اللي الناس التانية بتدفعها. فأنت بالنسبة لهم زي investment، زي ما أنت استثمرت في نَفْسك وفي وقتك وأخدت من وقتك وحياتك عشان تطلع المنحة، هم كمان بيستثمروا شوية فلوس بسيطة لمكاسب ليهم كتير. فبالتالي ما تخجلش أبدًا، أبدًا من كونك بتدوّر على مِنَح أو بتاخد منحة، دي حاجة أبدًا، أبدًا ما تخجلش. وأنا متأكد كتير إن في ناس كتير عندها الرؤية والمعرفة إن دي حاجة الحمد لله تدعو للفخر إنك تاخد منحة، ولكن للأسف في المقابل في بعض الناس بتشوف إن دي حاجة مش كويسة أو حاجة يُحرجوا منها يعني. افتكر إن تاني أنت إن شاء الله بتدفع تَمَن وتَمَن كبير، وفي نفس الوقت الجامعة أو أي مكان بتاخد منه المنحة هو كمان مستفيد ومستفيد منّك كتير جدًا كمان. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.